السلام ورحمة الله. بعد شوي مباراة تجمع المنتخب العراقي مع المنتخب الاندونيسي. طبعا يعني متعاطفين مع المنتخب العراقي، لكن لا، ما نتمنى فوزه بالمباراة هذه، نتمنى خسارة المنتخب العراقي امام المنتخب الاندونيسي. ليش؟ لانه فاز المباراة الاولى، واليوم راح يلعب العراق واندونيسيا. لو فاز العراق راح يشكل ضغط علينا ونلعب المباراة الاخيرة فيها حسبة تعادل فوز خسارة. فالافضل باذن الواحد الاحد ان المنتخب الاندونيسي الشقيق انه يفوز على المنتخب الحبيب العراقي، ونلعب المباراة الأخيرة مرتاحين بحسبة التعادل أو الفوز. لذلك مع كل الحب والتقدير للمنتخب العراقي، بإذن الله أن المنتخب الإندونيسي يفوز عليهم علشان ندخل مرتاحين المباراة الأخيرة، ويدخل عاد هو في حسبة المركز الثاني والله يوفقهم. لكن بإذن الله اليوم فوز المنتخب الإندونيسي، ومباراتنا الأخيرة نلعبها مرتاحين ونتأهل مباشرة. لكن السيناريو الغريب اللي ما حد يتوقعه، تخيل معي المنتخب الاندونيسي انهزم المباراة الأولى، المنتخب الاندونيسي يفوز المباراة هذه مثلا على العراق، في المباراة الأخيرة لا قدر الله فاز المنتخب العراقي على المنتخب السعودي. بندخل هنا في حسبة غريبة في المباريات كلها، فوز وخسارة، والله يسر من كرت كرنو. بالتوفيق لمنتخبنا.